في البداية خليني أقول لحضراتكم إن في حالة قلق وخوف عند المصريين في الوقت الحالي بسبب ارتفاع الأسعار الغير مبرر في الأسواق واللي بيتحملها المواطن والحكومة. أيوة زي ما سمعت، الحكومة كمان. خليني اقول لك يا صديقي ان غياب الرقابه على السوق بشكل ما بيؤدي طبعا ان التجار الجشعين يستغلوا الموقف دوت لحسابهم، وده اللي بيجي على حساب المواطن وبيجي كمان على حساب الدوله اللي بتعاني من ارتفاع اسعار سلع كتيره احنا بنستوردها. واعتقد ان الجزء ده كله بيأثر اكيد على العمله الاجنبيه وبيأثر على التضخم وبيأثر على حاجات كتيره جدا، وده اللي هيبقى محور حلقتنا النهارده. رايي برضو ان احنا في جزء كبير من سياستنا الاستهلاكيه بيبقى فيها مشاكل، يعني الناس اللي بتقعد تخزن باكتر من احتياجاتها، ما اكيد ده بيأثر على الطلب في السوق على كتير من السلع والخدمات، وبنشوف سياسه التموين والتخزين اللي احنا مش عارفين نخلص منها، واللي كمان بتبقى في كتير من المواسم زي شهر رمضان الكريم اللي احنا كلنا بنشتري حاجات فيه اكتر من احتياجاتنا 100 مره. اكيد ده كله بيضغط على الاسعار، بيخلي كتير من التجار يستغلوا زياده الطلب ديت، وفي نفس الوقت اكيد بيأثر على مواردنا الاجنبيه اللي احنا اساسا بنشتري بيها وبنستورد بيها المنتجات دي. خليني اقول لك بقى ان الحكومه بدأت بالفعل تاخد مجموعه من الخطوات الجديده للسيطره على معدلات الارتفاع في الاسعار في السوق، وخصوصا ان نسبة التضخم او معدل التضخم زي ما بيقولوا زادت ووصلت لحوالي 39.7% بنهاية الشهر اللي فات، بعد ما كانت حوالي 21.5% في نوفمبر 2022. وطبعا مع الارتفاعات اللي بتحصل في معدلات التضخم، القوة الشرائية للجنيه بتبتدي ان هي تتراجع، وده اللي بيخلي الحكومة يمكن بتتحرك بشكل كبير في جزء مرتبط بالسلع الأساسية اللي ما يقدرش أي مواطن إن هو يستغنى عنها مهما اختلف مستويات دخوله، زي بقى الرز والمكرونة والسكر والبقوليات وغيرها. وده اللي خلى يمكن الحكومة تبتدي تتحرك على خطة إن تخفض أسعار السلع ديت بنسب بتتراوح من 15% ل 25%، وازاي كمان ان يبقى في اتفاق مع الغرف التجاريه ومنتجي بقى الدواجن والبيض وغيرها ان يتم كمان تخفيض اسعارها بحوالي 15%، وده يمكن قرارات ابتدينا نشوف يمكن تاثيرها بشكل واضح من يوم السبت اللي فات 14/10. كمان البنك المركزي هيوجه البنوك ازاي ان هي تدبر التمويل اللازم عشان نقدر نستورد السلع والمنتجات الاساسيه ديت من اغذيه وادويه والخامات، عشان كمان تقدر من ناحيه تانية تسرع من معدلات الافراج الجمركي اللي كنا بنعاني منها خلال الفتره اللي فاتت، واللي اثرت على انخفاض بشكل واضح لمجموعه من السلع الاساسيه في السوق، واثرت طبعا على ارتفاع اسعار. وخليني اقول لك برضو واحنا متابعين اليومين اللي فاتوا التصريحات المتبادله من جانب الحكومه ومن جانب صندوق النقد الدولي، ففي كلام كتير جدا ان ممكن يكون في تعويم خلال الفتره اللي جايه، في ظل ان الصندوق كل تصريحاته بيأكد على ضروره استخدام سعر الصرف المرن. ومن الناحيه الثانيه الحكومه قدمت طلب رسمي ان هي عاوزه تعدل القرض بتاعها اللي كان الاتفاق الاول 3 مليار دولار ان هي تزوده ويوصل لحوالي 5 مليار دولار، وان الحكومه مستمره في عمليات الاصلاح الاقتصادي طبقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي واللي من ضمنها استخدام سعر الصرف المرن. ولكن خلينا نبقى متفقين ان لغايه دلوقتي ما نقدرش نقول على ميعاد محدد وميعاد رسمي لقرار التعويم. وراعي كمان ان مع الضغط الكبير اللي بيحصل على النقد الاجنبي او الدولار بمعنى ابسط، وشايفين يمكن الاسعار اللي وصلت في السوق الموازيه لحوالي 42 جنيه، وكمان المشكله المستمره ديت، ابتدت البنوك تاخد مجموعه من القرارات المهمه جدا، واللي على رأسها ازاي ان يبقى في وقف لاي عمليات خاصة بالديبت كارد او كروت الخصم المباشرة بالنسبة للسحب بالعملات الاجنبية، وده مرتبط بشكل كبير بالناس اللي كانت بتضارب وكانت بتستغل هذه الكروت، وان هي تسحب طبعا الدولار
بالسعر الرسمي وتقدر ان هي بعد كده تغيره في السوق الموازيه. البنك المركزي تدخل بشكل قوي جدا عشان يقدر ان هو يوقف هذا الامر، وده على فكره ما كانش ليه علاقه خالص بحكايه الحسابات الدولاريه. الحسابات الدولاريه التعامل فيها زي ما هي بالظبط، لكن احنا هنا هو بنتكلم على حسابات بالجنيه المصري، وازاي ان احنا بنتكلم كمان على قروض الخصم المباشر. لكن خليني اقول لك ان البنك المركزي بعد ما درس تبعيات وتداعيات القرار دوت يمكن رجع بشكل كبير وابتدى يعدل القرار دوت، وفكره الغاء استخدام بطاقات الخصم المباشر في الخارج وكل الكلام اللي احنا كنا قلناه دوت راح معدله مره ثانيه ورجع الى نقطه الصفر، بمعنى ان كل عميل ملتزم مع البنك بتاعه على حسب بقى الحد الائتماني، ويقدر ان هو فعلا يسحب من بطاقات الخصم المباشر ديبت كارد من الخارج بالدولار، ولكن ده هيختلف من بنك لاخر وهيختلف من عميل لتاني على حسب الحد الائتماني للبطاقات الخاصه بيه. وده اللي خلى البنك المركزي يبتدي يتحرك على اجراءات مصرفيه هتحصل جزء كبير منها الفتره اللي جايه علشان يوفر اكبر كميه ممكنه من العمله الاجنبيه، وكمان يقدر ان هو يواجه مشاكل المضاربه اللي احنا بنشوفها الفتره الاخيره، والجزء كمان اللي اثر على تحويل الموارد الدولاريه للخارج. يمكن من المنتجات ديت احنا هنشوف خلال الفترة اللي جاية طرح لشهادات استثمار بفوائد اعلى على الدولار، وهنشوف كمان يمكن اعادة الفترة اللي جاية لمبادرة استيراد السيارات للمصريين في الخارج، واللي كمان هتبقى بتسهيلات اكتر عما كانت عليه خلال الشكل الاول، وكمان هتقدر ان هي تعالج جزء كبير من مشاكل سوق السيارات واللي شهدت ارتفاعات كبيرة جدا خلال الفترة الاخيرة. خلال الاسبوع اللي فات ظهرت على الساحه جزء وخبر مهم جدا وتساؤل لما ابتدينا نسمع تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسه موديس، والتخفيض دوت حصل من B2 ل CAA1 مع وجود نظرة مستقبلية للاقتصاد المصري قد تكون مستقرة. ولازم برضه نبقى واخدين بالنا ايه هو التصنيف الائتماني. باختصار شديد جدا هو قدرة الدولة على سداد ديونها الخارجية ومدى جدارتها الائتمانية بشكل عام، وده اللي بيخش ضمن التصنيفات بتختلف يمكن من وكالة للأخرى، لكن احنا اللي بنتكلم عليها دلوقتي واللي في موضوع حلقتنا مرتبطة بوكالة موديس. الموضوع برضه عشان تبقى واخد بالك ان المستثمر لما بيجي يبص على اي اقتصاد بيبص على التصنيف الائتماني من ناحيه، وفي نفس الوقت في جوانب تانية مهمه بالنسبه له زي اسعار الفايده بالنسبه للبنوك، المستوى الضريبي والحوافز الضريبيه اللي بتبقى موجوده. الموضوع دوت بيفرق سواء كان استثمار مباشر او استثمار غير مباشر عشان يقدر ان هو يبقى موجود. ما نقدرش ننكر ان تاخر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي يمكن بشكل واضح اثرت على موضوع التصنيف الائتماني وحصل فيه التراجع دوت، لكن خليني اقول لك ان مع الوصول لاتفاق والمراجعات بتاعت الصندوق خلال الفتره اللي جايه هتلاقي تحسن بشكل واضح جدا على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري. ولازم تبقى عارف ان سبب اهتمام الدوله المصريه بموضوع التصنيف الائتماني دوت لان كل ما التصنيف الائتماني بيحصل فيه تراجع بيأثر عليك بان انت بتبقى مضطر تقدم اسعار فايده كبيره جدا عشان تقدر تجذب مستثمرين، وبالاخص بالعمله الاجنبيه او بالدولار بمعنى اصح. انت بتدور في الفتره الحاليه ان انت توفر اكبر نقد اجنبي للاقتصاد المصري عشان يغطي احتياجاته ويغطي الفجوه الدولاريه اللي احنا بنعاني منها. جزء منها بيبقى باستثمارات غير مباشره اللي بتبقى موجوده في السندات او حتى لو كانت في البورصه في شكل الاستثمار في الاسهم، وبالتالي فكره التصنيف الائتماني هو موضوع ما تقدرش ان انت تقلل من اهميته، ولازم تبقى عارف ان الاستثمار دوت هو وقود الاقتصاد سواء كان مباشر ولا غير مباشر. انت في النهايه المستثمر اللي بيحط فلوسه في البلد عندك اكيد لو استثمار مباشر هيقدر ان هو يوفر لك فرص عمل، هيقدر يزود في الانتاج، هيقدر بعد كده يساعد في زياده التصدير، يقدر يقلل في الواردات، بيدفع ضرائب بالنسبه للدوله وعوائد كبيره جدا. علشان كده التصنيف الائتماني موضوع مهم، بس زي ما انا قلت لك من شويه اكيد مع التحسن اللي هيحصل في المراجعات الفتره اللي جايه مع الصندوق وكمان اتمام كافه الاجراءات الخاصه بالاصلاح الاقتصادي هتلاقي تدريجيا التصنيف الائتماني ابتدى يتحسن، مش بس عند موديس، في كل وكالات التصنيف الائتماني. وخليني اقول لك ان يمكن كمان صندوق النقد الدولي اليومين اللي فاتوا كان اشاد بدور الحكومه والبنك المركزي في التحرك على التنوع في مصادر النقد الاجنبي وبالاخص كمان مع الجانب الاسيوي.
وده كمان يمكن كان واضح الفترة الأخيرة مع خطوة مهمة جدا الكل أشاد بيها، وهو التعاون ما بين البنك المركزي المصري والجانب الإماراتي في مبادرة خاصة بمبادلة العملات. احنا كنا بنتكلم على حوالي 5 مليار درهم فيما يعادل تقريبا 42 مليار جنيه مصري، ودي خطوة مهمة جدا ان انت تبقى عامل نوع من انواع التحوط للاستثمارات المشتركة، وتبقى دافع بالنسبة لك لزيادة حجم الاستثمارات وكمان زيادة في معدلات التبادل التجاري، في ظل كمان تفاهم وتعاون كبير جدا ما بين الدولتين في كتير من الملفات.